السلام عليكم. اليوم ان شاء الله عندنا ملخص فيلم The Impossible او المستحيل. ولكن قبل ما نبداو، اللي مازال ما اشتركش في القناه ينزل يشرفنا في الاشتراك في قناه فيلم اخر الليل. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوناش باللي لايك، حيت كتعطينا واحد الدفعه معنويه مهمه. وباش ما نطولش عليكم يلا نبداو الفيلم ديالنا. فيلمنا كيبدا مع ماريا اللي كانت مسافره مع عائلتها باش يدوزوا العطله ديالهم في تايلاند. من بعد كيوصلوا لواحد البلاصه في تايلاند سميتها كاولاك، وخداو واحد البارطمه زوينه كطل على البحر. وفي الليل خرجوا باش يحتفلوا، حيت كانت ديك الليله ديال راس العام وكانت الاجواء زوينه والناس كلها فرحانه. في الصباح ماريا وهنري غادي يفيقوا ولادهم باش يعطيهم الكادوات ديالهم. من بعد غادي يخرجوا الدراري يلعبوا حدا البحر وغيمشيو للبيسين يعوموا، وغادي يكون الاب ديالهم كيلعب معاهم. وماريا كانت كتقرا في واحد الكتاب. شويه كيجي البرد وكيطير لها واحد الورقه كانت قطع من الكتاب. واش مشات باش تجيب الورقه سمعت واحد الصوت غريب جاي من البحر، وبدا كلشي كيسمع نفس الصوت. شويه كيبان لهم واحد الفيضان خطير جاي لجهتهم. من بعد كنشوفوا ماريا شاده في واحد الشجره وكتغوت باش يعتق شي واحد، وفي نفس الوقت كتبكي حيت كيصحاب ليها خسرات العائله ديالها كامله. شويه كيبان لها ولدها لوكاس كيطلب اللي يعاونو، فهنا ماريا طلقات من الشجره ومشات باش تعاونو. ولحسن حظهم لقاو واحد ناموسيه جارها الماء وشدوا فيها، لكن ما داش بزاف ديال الوقت وجات واحد الموجه اخرى وغرقاتهم عاوتاني. لكن لوكاس قدر ينجو براسو ويخرج من الماء وكيشد في واحد البوطو كان تما. وهنا كيبدا يعيط على الام ديالو، وفاش كيتلفت موراه كيلقاها لكن مضروبه وفيها جروح كثيره. فكيمشي لعندها وكيمشي ويشدوا في واحد الشجره وكيبداو يبكيو على العائله ديالهم اللي ماتت. وهما غاديين هنا لوكاس كيشوف واحد الشجره عاليه وقال لهم باش يطلعوا ليها باش يامنوا راسهم الا جا شي فيضان اخر. وهما غاديين للشجره ماريا سمعت الصوت ديال شي دري صغير وقالت لولدها باش يمشيو يعاونوا، لكن لوكاس رفض وقال لها بلي خاصهم يعتقوا راسهم هما الاولين حيت الفيضان يقدر يجي في اي لحظه. لكن ماريا كتبقى مصره وكتقول ليه خاصنا نعتقوه واخا تكون هذه هي اخر حاجه غنديروها قبل ما نموتوا. فكيبداو يقلبوا حتى كيلقاو واحد الدري صغير سميتو دانيال. من بعد كيمشيو كاملين لجهه الشجره الكبيره، فطلعوا كاملين وبقاو كيتسناو لعل وعسى يجي شي واحد ويعاونهم. وكيكون تسونامي دمر مدينه كامله، ما بقى لا ديور لا فنادق لا شجر لا والو. شويه لوكاس كيشوف واحد جوج كاينين لتحت، فغادي يعيط لهم وطلب منهم باش يعاونوهم. فكيجيو دوك الناس وكيجروا ماريا اللي كتكون ما قادرش توقف على رجليها بسبب الجروح اللي فيها. فداو من واحد الجزيره صغيره حدا البحر، وماريا فاش كتفيق كتبقى تبكي على عائلتها اللي ماتت، والناس اللي تما كيبداو يواسيو فيها. من بعد ركبوهم في واحد الطوموبيل باش يديهم للسبيطار، وهما في الطريق سولات على دانيال فقال لها بلي راه بخير وبلي بقى مع الناس اللي عتقوهم. وفاش كيوصلوا للسبيطار لوكاس كيشوف بزاف ديال الناس مضروبين وكيعرف بلي كاينين ناس من غيرهم اللي نجاو من الفيضان. من بعد كيمشي يطمئن على الام ديالو اللي كانت كتقول ليه باش يقلب ليه على شي مهدئ حيت كانت كتحس بالالم. وهنا كيدخل الطبيب وكيدير لها الاسعافات الاوليه. من بعد ماريا كتقول لولدها باش يمشي يعاون الناس، لكن ما كيبغيش يخليها بوحدها، لكن هي قدرت تقنعه باش يمشي. وهنا خدا ورقه وستيلو وبدا كيكتب السميات ديال الناس والاقارب اللي باغيين يلقاوهم. من بعد ما قلب بزاف في السبيطار لقى واحد الدري تالف على الاب ديالو، فكيقول ليه لوكاس انا غنمشي نجيب لك الاب ديالك، غير بقى هنا ما تحركش. فكيمشي لوكاس وكيعيط ليه على الاب ديالو وكينجح باش يلاقي الدري مع الاب ديالو. من بعد كيمشي عند الام ديالو لكن ما كيلقاهاش، فكيخاف وكيبدا يعيط عليها حتى كتجي عند واحد الفرمليه وكدير واحد المخيم ديال الدراري اللي موطرين على والديهم، وخداو منه المعلومات ديالو وديال الام ديالو. وفي نفس الوقت كنشوفوا هنري ما ماتش وخارج كيقلب على مارتو وولدو، وحتى ولادو الصغار ما ماتوش ومازال عايشين في الفندق. وهنا كيقول ولدو توماس باش يتهلا في خوه سايمون حيت هو ما غاديش يمشي معاهم حيت خاصو يبقى باش يقلب على مارتو وولدو. وهنا كيجي الطاقم ديال النجاة وكيديهم. من بعد هنري ما بدا كيقلب على عائلته، شويه كتوقف ليه واحد الطوموبيل وكيديو لواحد البلاصه فيها الناس اللي نجاو من الفيضان، وبدا كيهضر مع واحد سميتو كارل اللي حتى هو فقد العائله ديالو. من بعد الفرمليه كدي لوكاس عند الام ديالو حيت لقاوها في لائحه المرضى، فكيلقاها في غرفه العمليات وطلبت منه السماحه حيت ما لقاهاش فين خلاها. والغد ليه بدا هنري وكارل كيقلبوا في السبيطارات باش يلقاو العائلات ديالهم. وهنا هنري غادي يبان ليه واحد الكامي وهاز الدراري وغادي بيهم، فمشى عند واحد ختنا وسولها فين كاينين ولادو، فقالت ليه بلي الناس المسؤولين داوهم حتى يبانوا والديهم. وفي نفس الوقت كيكون لوكاس جالس حدا الام ديالو
وغادي يشوف دانيال اللي عتقو في الاول، وفاش غادي يبغي يمشي لعندو بان ليه باه كيلعب معاه. فهنا لوكاس كان فرحان حيت دانيال تلاقى مع الاب ديالو. وفي نفس الوقت يكون هنري راكب في واحد الطوموبيل وطلب من الشيفور باش يعطيه واحد 5 دقائق باش يقلب في واحد السبيطار على مارشو ولدو. فكيمشي يدخل السبيطار وما كيردش البال لولدو لوكاس اللي كان غير وراه كيقلب على الماء. وهنا كيبان ليه الاب ديالو كيتمشى في السبيطار وغادي يهبط كيجري لعندو. وفي نفس الوقت كتكون الطوموبيل اللي فيها خوت لوكاس وقفات قدام السبيطار. وهنا سايمون كان باغي يمشي للطواليط فهبط كيجري من الطوموبيل. وهنا لوكاس مع الزحام ما غاديش يلقى الاب ديالو فغادي يبدا يعيط عليه لعل وعسى يسمعو. وهنا شافو خوتو ومشاو كيجريو لعنقو فعنقو وبداو كيبكيو. وهما كيبكيو بان ليهم الاب ديالهم فكيمشيو يجريو لعندو. وكان هنري فرحان حيت اخيرا لقى ولادو. وهنا لوكاس قال الاب ديالو بلي الام ديالو مازال حيه وبلي ناعسه السبيطار حيت خاصها دير واحد العمليه ضروري. وهنا كيمشي هنري عند مارشو وكيطمئن عليها. من بعد كيمشيو للمطار باش يمشيو لبلادهم في طياره خاصه حيت الصحه ديال ماريا ما كتسمحش ليها تمشي مع الناس في طياره عاديه. من بعد كيمشي عند لوكاس وقال ليها حنا كاملين معاك، وكان فرحان بزاف حيت عائلته اخيرا تجمعات. وحتى ماريا بدات كتبكي حيت ما كانش توقع بلي غادي تعاود تشوف عائلتها مره اخرى. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. وغير للاشاره هذا الفيلم مقتبس عن قصه حقيقيه. المهم تهلاو لي فراسكم، نتلاقاو في فيلم جديد ان شاء الله. تهلاو.